اشتقاق دالة حدودية. اشتقاق دالة حدودية يعني تخفيض الأس درجة. نكتب هنا مثال لذلك: f لx يساوي بشكل عام a ضرب x أس n. نريد اشتقاق هذه الدالة. النتيجة هي f لx شريطة يساوي a ضرب، هنا كانت a كتبنا a، هنا ضرب x أس n، نكتب هنا n ضرب x أس n ناقص واحد، أي تخفيض الأس بدرجة. هذا بشكل عام. مثال ثاني: f لx يساوي b ضرب x أس m، ونريد اشتقاق هذه الدالة، أي أن f لx شريطة يساوي، هنا b نكتب b هنا ضرب، هنا x أس m نكتب هنا m ضرب x أس m ناقص واحد. بهذه الطريقة، طريقة تخفيض الأس درجة، نشتق الدالة الحدودية. إذا كان لدينا على الشكل التالي f لx يساوي، أو دالة على الشكل التالي c ضرب x، فإن اشتقاق هذا الجزء تكون نتيجة f لx شريطة يساوي c بشكل مباشر. لماذا ذلك؟ إذا مثلا لدينا كتابة مرة ثانية، أي أن c ضرب x اشتقاق هذه الدالة هي f لx شريطة يساوي، هنا c نكتب هنا c ضرب، هنا x أس نحن لا نرى شيء ولكن هو موجود واحد، أي يعني أنه موجود واحد، يعني ضرب واحد ضرب x أس واحد ناقص واحد، أي تخفيض الأس درجة. النتيجة هي c ضرب واحد ضرب x أس صفر، أي واحد ناقص واحد. x أس صفر أو متغير أس صفر أو أي عدد أس صفر، النتيجة هي واحد. إذن c ضرب واحد ضرب واحد، النتيجة هي c. هذا ما كتبناه هنا في الأعلى. إذن بشكل مباشر أن اشتقاق f لx يساوي c ضرب x مباشرة، النتيجة هي c. إذا كان اشتقاق هنا f لx يساوي d، أي عدد ثابت، اشتقاق أي عدد ثابت، النتيجة هنا f لx شريطة يساوي صفر. إذن هذه 4 ملاحظات أو 3 ملاحظات هي الأفكار الأساسية أو القواعد الأساسية لاشتقاق الدالة الحدودية. مثال لذلك بشكل عام، مثلا لدينا دالة g لx يساوي، هو مجموع هذه العناصر الأربعة، أي g لx يساوي a ضرب x أس n زائد b ضرب x أس m زائد c x زائد d. إذا أردنا اشتقاق دالة من هذا النوع، دالة حدودية من هذا النوع أو أي دالة حدودية، النتيجة هو ما موجود هنا على يسارنا، أي أن g لx شريطة يساوي a ضرب n ضرب x أس n ناقص واحد زائد b ضرب m ضرب x أس m ناقص واحد زائد c زائد صفر، ولا داعي لكتابة صفر. إذن وبالتالي نرى الآن كيفية اشتقاق الدالة الحدودية كتمرين أو كمثال ملموس. لهذا نكتب هنا في الأعلى
جي لإكس يساوي 3 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 زائد هنا 5 إكس زائد 1، لأن نريد اشتقاق هذه الدالة. إذا نقوم بتجزئتها، أن f لإكس يساوي حالة 3 إكس أس 3، نريد اشتقاق هذا الجزء. النتيجة هي f لإكس شريطة يساوي، هنا موجود 3 نكتب 3 ضرب، هنا موجود إكس أس 3 نكتب 3 موجودة في الأس ضرب إكس أس 3 ناقص 1، أي النتيجة 9 ضرب إكس أس 2. هذه هي النتيجة الدالة المشتقة. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني أو الطرف الثاني. هنا 3 إكس أس 2، نريد الآن اشتقاق هذه الدالة. النتيجة هي f لإكس شريطة، هنا على يسارنا موجود 3 إكس أس 2، نكتب هنا 3 ضرب 2 ضرب إكس أس 2 ناقص 1، أي أن f لإكس شريطة يساوي 3 ضرب 2 6 ضرب إكس أس 1. لا داعي لكتابة 1، وتكون هذه النتيجة. الآن نكتب بالنسبة ل 5 إكس، اشتقاق 5 إكس f لإكس يساوي 5 إكس بشكل مباشر، اشتقاق 5 إكس f لإكس شريطة يساوي 5، هذه بشكل مباشر كما لاحظنا. الآن بالنسبة ل f في حالة ما، إذا كانت f لإكس يساوي 1، مشتقة الثابتة هي 0، f لإكس شريطة يساوي 0. وبالتالي مشتقة لجي لإكس شريطة يساوي فقط مجموع هذه النتائج التي حصلنا عليها، أي أن 9 إكس أس 2 زائد 6 إكس زائد 5 زائد 0، ولا داعي لكتابة 0. إذن بهذه الطريقة نقوم باشتقاق الدالة الموجودة أعلى. كمثال إضافي، هنا نكتب هنا مثال يعني اشتقاق بشكل مباشر. لدينا جي لإكس يساوي، في هذه الحالة موجود ناقص 2 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 زائد 7 إكس زائد 6. إذن اشتقاق هذه الدالة جي لإكس شريطة يساوي، موجود هنا ناقص 2 إكس، نكتب ناقص 2 إكس، هنا إكس أس 3 نكتب هنا 3 ضرب إكس أس 3 ناقص 1، زائد هنا 3 نكتب 3، هنا إكس أس 2 نكتب ضرب 2 ضرب إكس أس 2 ناقص 1، زائد هنا 7 إكس نكتب فقط 7، وهنا مشتقة عدد ثابت هو 0، ولا داعي لكتابة 0. إذن تكون النتيجة على الشكل التالي، أن جي لإكس شريطة يساوي ناقص 2 ضرب 3 6 ضرب إكس أس 3 ناقص 1 2 زائد 3 ضرب 2 6 ضرب إكس أس 1 أي 2 ناقص 1 زائد 7. وبهذا
نقوم. هذه هي نتيجة الدالة الموجودة أعلى. إذن بشكل عام أن القواعد الأساسية لاشتقاق الدالة الحدودية هي التي نراها الآن، وشكرا.